علي الرحال يا اخي انا شغل فتحوا ملصق. فيني بلاغ. خلاص نرفع منك الملصق نخطه في راس القواده في شنو؟ هاي بس هاي قلت لك فتحوا فيك بلاك كويس والله، عقبال لي انا. قالت كده جاتني كبشره، قالت خلت خالات في بريطانيا معاي يفتحوا فيني بلاغ علي الطلاق. انا اعرف اسامي خالاتك ديل يا جوفانا. قلت يا اسمي شنو يا غساله، انا ابلك بل في الدنيا دي يا غساله اعرف اسامي خالاتك ديل وابل لونهم بالاسم. زوط فلانه خالة غساله، فلانه بنت خالة غساله. انت بتفتح لايف دار تهرشيني انا باهلك القاعدين هنا؟ قايل البلد دي حقت امك ولا حقت ابوك؟ دي بلد بيحكم الملك شارل الثاني حفظه الله ورعاه، ابن الكوين اليزابيث الثانيه حفظها الله ورعاها، حفيد الملكه فيكتوريا وحفيد الملك ادوارد. انت شنو عرفك؟ والله وخلي خالتك تمشي مترجمه لنا بزي. ما عارف الحاجه دي يا كوين، ما انا خليهم يصلني بس اليوم داك كلامه ده يطلع حقيقي، والكلام اللي قاعد تقوله يصلني ونشوف. تحدي عديل يا غساله يا شمسي فيصل، تحدي اتحداك انا عمر ابراهيم عمر الحادثه حاليا فاتح بيك لايف باسم شمسي فيصل، اتحداك تحدي انك تفتحي بلاغ او اتحدى اهلك بانهم يفتحوا بلاغ. يا شادو تعال يا شادو، وصلني مقطع ابني قالت لي بفتح فيك بلاغ. قالت عندها خالاتها هنا حتعمل لهم توكيل عشان تفتح في بلاغ. انا كمان عليكم. معقول يا خال؟ عليكم السلام. اتخيل يا شادو توكيل للزول قاعد في اليوكي. توكيل لشنو؟ ده تشتري عربيه ولا توكيل لشنو يا خال؟ ها؟ يفتحوا في عشان يفتحوا. دي شبكتك ولا دي شبكتي انا اللي بتقطع يا جماعه؟ قادر تعرف الحاجه دي؟ شبكته هو صوتك كان شبكته. قلت لك عشان يفتحوا فيني بلاغ. صلح شبكتك يا دروب. يلا كده صوتي كيف جاي؟ صوتي كده كيف؟ واضح. هاي الشبكه صلحت؟ واضح. هاي قلت لك غساله قالت دار توكل خالاتها قاعدات في اليو كي عشان يفتحوا فيني بلاغ. قلت لها عشان اسهل لك البلاغ اديني اسم خالاتك. الله يا ما خال، عليك. اقول لك شنو يا ناسي؟ انت كنت لا ادي ناس من خالاتك، ده انت شتي وخالاتها ذاتهم. انا اقول لك شنو ثاني؟ ما طلعت في لايف بتاع الود الصغير ذاك اسمه منو يا الود الام اتصلت بي قاعده تبكي بي ذاك اسمه منو؟ طارق كبو. طلعت في اللايف قالت انا خالاتي قاعدات في بريطانيا، انا بوكلهم، انا في الموضوع ده الاجراءات بتاخد فتره. ده كلام انا قلت لك الاجراءات بتاخد فتره لما يكونوا اثنين مع بعض في بلد واحد وهم المتناهيين. واحده. ايوه اي لكن كخالاتك ديل عشان يمشوا يفتحوا بلاغ حيمشوا يقولوا شنو؟ ابيوزن طوالي وات ذا ريزن. ده السؤال الاول. يا وات ذا ريزن. السبب شنو؟ اي السبب قالت له في لايف كده خلاص اوكي وي جونا تراي تو كول هيم اند تو كال هيم داون. وريهم ترجم انه يتصلوا لك انت ويسالوك عن انه ده شنو الحاصل. يهدوني ما بيسالوني تو كال مي داون. يهدوني. يهدوك. ايوه هيتصلوا وهيحاولوا انه يهدوني وممكن اقول لهم وظف ولا يقدروا أيوة. يتكلموا معي. ايوه المقطع ده بالذات انه ممكن يقول للناس اللي اتصلوا له كبوليس ولا اي جهه اتصلت بادروب يقول لها تيت سكم دق لي دايرين شنو؟ ادروب حيقول لهم انا دق لكم عشان انه انا داير اشحذ البيت ما اكون يا انيو. دي الترجمه لكلام الخال. صح. وريهم بانه انا انسان والله غير الله وحاط الله والله غير ربنا سبحانه وتعالى. ما تحاولوا تشتكوا لي لزول. طبعا واسع الخال بيشتكي لي دايرين يدوني انا صوت في دلازاتي عشان انا اقوم امشي افتح لايفي هناك اقل. لكن يلا طالما انا انت عشان قاعد هوي لا يسطب عشان انت قاعد معي في اليوكي وحافظ القانون. ما كوين طيب المره الكبيره الخالة تقدر اسمها كوين دي ما كاتبه كوين يوكي. يلا كوين بتاعت اليوكي دي عايشه في اسكتلند ما معانا يا شادو. صح ما تابعه لانجلند. صح هاي عندهم قانون براو ديلك. صح يا خال. والله يا خال انا الكلام ده قلت لك الموضوع ده لو ما اتحل بالودي والناس خطت الكوره واطا والله العظيم هي ما حتقدر تطول منك اي حاجه. عرفت كلامي؟
الا لا تركب لا، اجيب ادي طيارتها. الشمار لغاليه بنت يسرى. يا غاليه يا بنت يسرى، غساله قالت وكلت خالاتها اتنين هنا في اليوكا عشان يفتحوا فيني بلاغ. قلت لها عشان اسهل لخالاتك اديني اساميهم. والله واصل يا شادو واصل، وريت الشمار لغاليه. يا غاليه كيفه. يا صح يا كيفه. يا كيفه. بس زي ما قلت لك يا خال، الموضوع ده لازم شنو يتحلى بالودي، لو ما تحلى بالودي دي سكه عطش. والله لازم ما حتقدر تطول منك حاجه، لا بقانون لا من غير قانون، يا بس تقعد تفتح لايف كده وتشتمك بس. القانون هنا في البلد دي عليه بالادله. في ادله، انت قاعد مشيت قسم الشرطه اشتكيت، وقتي في عربيه بتطلع قبل ما انت تطلع من قسم الشرطه بيجيبوا لك الطرف الثاني، لكن بغير كده سكه عطش. سكه عطش. والله العظيم كمان قالت شنو وكلنا محامين. عليك الله وروني اسم المحامي. والله كان ما جيت فتحت بيه لايف الله يلعنني. المعامي ذنبه شنو يا خال؟ بس جاتك بس تقطع. عشان وكمان اللايف بتاعه افتحه له بالانجليزي عشان اوريهم انه انا قاعد في بلد قانون. تاني في شنو؟ يا ادم ما تنطط عيونك. انت ما ادم تنط المحامي ولا شنو؟ ادم ده انا ما اعرفه. ما تنطط عيونك والله المحامي ذاته ببلو. انتوا الناس دي في حاجه ما عارفينها. دايره لها عريس يا ام اي اتش قال لي يا ده ربع فيها البيت طيب يا خال، عشان اقدر اقول لك حاجه يا خال، اقدر اقول لك حاجه، انت الزوله دي وصلت معاه لطريق قافل. شادو. هاي. انت عارف قبل ما اصل لطريق قافل اديت طريق فاتح، اديت طريق بتاع زول بجد ما داير حرب مع انت طولت لسانك علي شروطي. انا ما زول كمان زول طولوا عليه اللسان صح ولا ما صح؟ هاي. شروطي لسانك ده تاني ما تطوله على زول تاني. ده شرط لا صعب. لا، انت ما عندك دخل بزول تاني يا خال، عليك دخل خلاص بنفسك على الله يا خال. خلاص اخواني ما تسالهم ابو اواب اخوي ومرته اذا معناه ممكن شنو؟ اختك، ايوه ايوه، دول اخوانك واخوان محمد الرحال، اخوانك اللي ما ضمنا منهم ولا حوت. اها. اصبر اصبر اها. انا قلت لها ما تسالي اخواني، تقوم تركب راس تقول لي بسال مرات اخوك يعني انا لا والله لا والله لا والله. تقول لي العفو يا بلبس. تقول لي الرجال اتدخلوا واسطات يجون راجعين يقولوا لي يا ادروب قالت لك يا اخي خليني انبذ مرات اخوك. تنبذي مرات اخوي تنبذيها ايام كانت زيك. هسه حاليا مرات اخوي براجله وملمومه في بيتها ما عزابيه زيك. انت كايسه عريس مرات اخوي ما شاء الله ورقتها في يدها. صح ولا ما صح يا شادو؟ ايوه 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 ايوه. هاي والله ما في داعي يا اخي، الناس تخط الكوره واطه، والله العظيم العداوات الخارجيه دي تفضل خارج المنصه يا جماعه. ما في داعي الناس تدخلها هنا في المنصه وتعملوا لنا ده بقى. كلامي معاها. قلت لها ايوه. امشي مع مرات اخوي دي. انتوا مرات النسوان اخوي في بعضكم، ما في راجل يتدخل في نصكم. حليتوها حليتوها ما حليتوها تبقى زي مشكلتك انت. مرات اخوي انا بتكلم معاه ما تفتح لايف ولا ترد ليك ولا تعمل حاجه، وبقيت موقف مرات اخوي. اذا دارت تتونس بتتونس. عندها حساب مشترك بينه وبين غاليه، كونه غاليه تفتح بيه لايف تدون دي حاجه ما بتخصنا. غاليه كمان نحن نمسكها. غاليه صاحبه مرات اخوي ما بنقدر نمسكها، عندها ضرور حقها براو. صح صح. اكيد طبعا. ايوه. غاليه عندها ضرور حقها براو ونحن عندنا ضرور حقنا برانا. فجايه تتكلم. انا يا شادو 8 شهور في الحرب بتاعها دي اتدخلتها ابدا. واقف قاعد عاين صح ولا ما صح؟ الرحال ده ايام بدا كان الحرب مع في البدايه لما خشينا انا وهو في حرب وغيره، لما كان هو راكب راس في حقه وانا راكب راس في اخوي خشينا حرب صح ولا ما صح؟ ايوه ايوه بالشهور. اليوم اللي صالحوا انا اتدخلت قلت لهم صالحتوا مالكم ولا مشيت قلت لهم ما شاء الله يا اخو والله دي حاجه جميله عملتوها. لا اكيد طبعا انت ما حتتدخل، كيف انت تدخل تقول لهم صالحتوا لشنو؟ قلت لهم حاجه جميله ما شاء الله عملتوها. اسال محمد الرحال ده قلت له الرحال انت كنت فاهم الزول ده غلط، الرحال قال لي صح. كك الرحال عرف ناس وين يا استلم خالد، ناس. انت قبل اليوم قلت كلام جميل جدا جدا وانا بتذكره لك. قلت الناس اللي في المنصه ديل بيفجروا في الخصومه، انه الناس بيكونوا عندهم علاقات مع بعضهم صداقه ولا حب ولا شنو ولا شنو ولا دعم، لما تحصل المشكله بيفجروا فيها. انت يا خال كمان ما تبقى زي الناس ديل، ما تفجر في الخصومه يا خال. ما انت عارف السبب اللي خلى خالك يفجر في الخصومه شنو؟ اه. انا جيت بتوب الشافعي وتوب احمد بن حنبل
شبكته ليك لما ذكرت الشافعي لما قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وقام أحمد بن حنبل رد له قال له تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينالون منك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. فجيت بالتوب ده لقيتهم لك قاعدين يبلونيه بلونيه 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 بلونيه. مشيت تاني راجعت التاريخ بتاع احمد بن حنبل لقيته قاعد 25 سنه في السجن عشان كان قاعد يقول قول الحق، والناس المعتزله اللي كانوا قاعدين يقولوا قول الباطل كانوا حاكمين الدوله هم. طوالي قريت الحاجات المخالفه، مشيت قريت طيب وروني يا جماعه زول كان شيخ كده زي انا بيخاف ربنا وفجر بعد ما خلى المشيخه. لقيته ليك الحجاج بن يوسف الثقفي، قلت له اتخذك مثالا اعلى. طيب هل الحجاج ده ما كان بيقرأ قرآن؟ كان بيقرأ قرآن. الحجاج ده ما نقط لنا الحروف العربية؟ نقط لنا الحروف العربية. لكن لما في النهاية بقى والي العراق قال لي ناس العراق شنو؟ قال شنو؟ قال لهم يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق لقد أرسلني أمير المؤمنين بصوتين، صوت الرحمة وصوت العذاب، وسقط مني صوت الرحمة في الطريق وجئتكم بصوت العذاب. تخيل معي، معناه ما في رحمة ذاته، معناه بلبس. بلبس. ايوه. طيب يا خال، صلاتك على النبي يا خال. انت زول يا خال في المنصه دي، يعني عندك مواقف كثيره جميله تشهد لك يا خال، عرفتها؟ يا ما نصرت ناس ويا ما وقفت مع ناس، عرفت كلامي يا خال، ويا ما رجعت حق ناس. تمام. القصه دي يا خال انت في رايك حتنتهي بها بطريقه بينك وبين الزوله دي؟ والله أنا لن أخدع يا ابن أختي. هل عهدتني بأنني خدعت قبل اليوم؟ أنا قاعد أخدع لزول يحاول يكسرني؟ ابدا ابدا ابدا. انت ما تاخذها بموضوع هذه لحظة. انت واثق في نفسك يا خال. أنا يا خال قاعدين يحاولوا. ولا كان اللي يكسرك يا خال، انت عارف الحاجه دي. يلا يا شادو نحن نتكلم كلام حقيقي. اسمع، نتكلم كلام حقيقي. اول حاجه انا والله العظيم دار اوقف الشكل اللي بينه وبين مرات اخوي، والناس دي كانوا قريب قبل سنه ونص ولا سنتين كانوا رجعوا لبعض اصحاب رغم انه كان في بيناتهم شنو محاكم. ومرات اخوي ما ادى يدها على الصلح، ما يعني ما دايره مشاكل وجوطه. ليه؟ لانه بصراحه اخوي بعد ما عرس صندت معاه. انت يا شادو لو في محل اخوي ده ما راجل صندت في نظرك؟ لا والله ما قصر، وهو في النهايه الناس اتزوجت بالحلال، ما في زول ثاني عنده دخل. وبعد ما سمعوه وقالوا له وطلعوا صوره من صاحبتها، يعني صاحبتها كانت عايشه معاه في البيت، صورتها وطلعت الصوره وقامت قالت فيديو ما فيديو، طلعوه قال لهم اهم شيء انتوا قاعدين تقولوا كده هاكم ده عرس بالحلال. ده معناه انا هقول لك حاجه، الحصل لابو اواب والحصل لوفاق عيساوي ديل، عرفت كلامي؟ المنصه كلها بتشهد به، عرفت كلامي؟ لو انا بتذكر بالبدل الحمراء المطقمين، عرفت كلامي؟ في النهايه حصل ما حصل، والناس في النهايه بتنسى يا خال، عرفتها؟ لا ما هو في النهايه الناس ديل قطعوا. شوف يا شادو، البني ادم مما يخش بيته، مما يقول لك يا اخي الزوله دي انا عايزها، انا عايزها، ايا كلام قلته فوق انا ما يهمني، عقدت عليها بالحلال، المفروض تاني الناس تسكت. خلاص الموضوع انتهى طبعا. ايوه بقد مرة راجل بذمة راجل. ده زي الزول اللي ما مسلم وخش الاسلام، بيحصل له شنو؟ بيتحاسب باي حاجه عملها قبل ما يخش الاسلام؟ لا بيتحاسب بعد الاسلام. صح، ما بيتحاسب باي حاجه عملها قبل الاسلام، والا ما كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يجب ما قبله. نعم. الاسلام يجب ما قبله. نفس الحكايه، ايا كان الزول في حياه الناس قاعده بيعرفوها بها الناس، اول ما عرست بقت مرت راجل. لو في حاجه في القديم الراجل قال لكم ما يخصني، حاليا دي مرتي على سنه الله ورسوله. لما تطلع انسانه عشان تخرب البيت ده، وانا انسان واحد من الناس عارف لها مواقف، وفي مواقف بيني وبينها في مكالمات يعني كثيره بيني وبينها، واشهد بانه هي خربت بيت واحد اسمه عكرمه، زوجته اسمها نشوه. حاسه حاليا ادوق جاي هنا انادي لكم اخوات نشوه ونشوه وممكن يطلعوا الشهاده دي. تاني حاجه، بتعرف سجا ولا ما بتعرفها؟ سجا الزين. يخص سولارة. سجا القاعده في لا سجا القاعده في كمبالا اللي هي كانت كايداهم زمان.
سجل زين وخد سولارة يا خالي يا هزاتها. ايوه بس يلا سجازين دي، يلا اخوتها الكبيره برضو خربت بيتها غساله دي توتا، الله يرحمه زوجها اسمه اخوتها اسلام الكبيرة منو؟ حفصه. اخوتها الكبيرة منو؟ توتا. مم. فخرب بيوت يا جماعه، خرب البيوت ما حبابه. واخوي مصندت، اخوي قال يا جماعه انا مصندت، لو تطير لو تعملوا اي حاجه انا مصندت. الناس تخطأ، صح ولا ما صح؟ ايوه ايوه هل يا ايوه. شادو انا والله مزعلني كلامه، يعني كلامه ده حاجرت باخوي حجاره شديده زي كانه بتعرفه، ونحن ساكتين وقاعد نصندد معاها. لكن الصنديد اللي قاعد تصندده هي وقاعد تقوله ده كلام غلط يا ناس، والكلام الغلط ما حبابه. الكلام الغلط ما حبابه. كونه نجيف نعايل لوحده دار تخرب بيت بس عشان هي مزاجه انه البيت ده يتخرب والزوله ديك تتناقر معاه في مناقره، ده كلام والله ما حبابه. اقسم بالله ده كلام زول عاقل ورشيد ما بيقبل بيه، ناهيك بعيد عن التحاديق وعن الامور الثانيه. كونه نعايل لانسانه بتخرب بيت انسانه عندها معاها عداوه عشان عرست ودار تخرب بيتها وشوهت سمعه الرجال كلهم، حتى نحن عشان علقنا تعليق بس ضدها دار تبدا تشوه سمعتنا وطلعتنا شنو؟ طيب اشترونا بقروش. طيب ده اقول لك حاجه يا خال، ما هو الليله ابو عواب ده فاتحه انه يكون صاحب، بقى زول اخوك عرفتها، فلو عمل لك لو ما عمل لك في النهايه زول اخوك. طيب يا خال، طيب هسه على الموضوع ده يا خال يكون برا الميديا، يكون بينها هي وبين وفاق عيساوي، انت اطلع من الموضوع. برا الميديا، برا الميديا يعني ما تفتح لايف بوفاقه. هسه هي فتحت لايف فتحت لايف بوفاق. الليله كان فاتحه بها لايف عند طارق كبو. خلاص انا ما بتكلم تاني. طارق كبو عنده مشكله مع وفاق. طارق كبو ده بس ساي كده شايل شنطه بس عنده ما عنده مشكله، لانه انا حضرت له لايف هو لمس يا بيقول جماعه قلنا لكم في المنصه اللعينه دي، في المنصه الشكشه دي، في المنصه بنت الكسوم دي، اي اثنين يتشاكلوا حتيجي عليهم فتره يتشاكلوا شهر شهرين ثلاثه شهور سنه سنتين، حيجي اليوم اللي تصالحوا فيه. يا جماعه انت الناس عارف يا البشريه تبطلت تحشر يا جماعه. يلا يا شادو، انت عارف يا شادو، وده أو لاول مره حناديك باسمك يا مصطفى. هل تعلم انه طارق كبو قاعد ينبس في اهالي اسبوع؟ عارف جدا انت ليه شنو؟ اي جبت له صوره امه، دقيت بيه لايف واحد، امه خشت لي سجلت لها المكالمه. انا والله يا وجبت اخي لها الموضوع ده المكالمة. ما معك والله العظيم. انت عارف انا زول بعزك قدر شنو صح؟ وزول لكن ينبس امي اسبوع ساي بس عشان شايل يا اخي شم غلط بدون منه، سبب. يا اخي غلط منه، يا اخي يا اخي غلط منه، يا اخي يا اخي غلط. وهسه لو كان قاعد في اللايف ده يكبه. في النهايه دي مشكله بتاعت نسوان يا خال. في النهايه اللي استفاد منه ما في زول استفاد. شتم امك وانت ماشي جبت له صوره امه، ما في زول استفاد. وصوت امه، وما وقفت من امه الا سمعتها بتقول لي يا عمر يا ولدي، ولدي ده مارق للربا وللتلاف. قادر تتخيل حاجه زي دي؟ ما بستغفر يا شادو ابرد معلش يا خال، معلش أبرد. ما تقول لي يا في اي بي استغفر يا زول. المنصه دي ما في زول وصي يا زول. ابرد يا في اي في. شوف المنصه دي انا واحد زمان من الناس في سب الدين بفتح بالزول لايف، لكن المنصه دي علمتنا انه نشوف كميه، وحتى ناس بيقولوا مؤسسين بيخلوا سب الدين، بيخلوا الناس تسب دين في لايفهم عادي. فالزول مسؤول من نفسه. وانا قاعد في اليوكي، حتى شادو ده لو قلت له لايف ومشى فتح للحكومه بيسجنوني انا. قاعدين الاثنين في بلاد، نحن بلادنا دي الدين ده لنفسك. لنفسك، ما دي ما في زول بتدخل فيها، وانا استحاله اعمل حاجه زي دي. انت والله خالي قبل اليوم انت نزلتني من فوق وقلت لي الكلام اللي بتعمل فيه ده غلط، جيتك ثاني يوم قلت لك صح كلامك صح انه انا غلطان. لكن انت ما تتفزني في الكومنتات تحت. انت قلنا النجف انياو فاكر نفسك راجل. خلاص يا مصطفى ميامي. حاضر يا خالد. عليك النبي، عليك النبي. حاضر سكران يا خالد، انا سكران ما اكذب سكران. عارف يا جماعه كومنتات والله. ثاني احتراما للخال واحتراما للناس اللي قاعدين في القسم ديل، انا حتجاوز الحاجه دي. انت يا نياو يا خالد في اي بي عليك، الله بنحترمك. اي لايف مرتفع بيقول لك قست يا خالد نياو داعم معنا فوق ذاته. نرجع لموضوعنا يا اخي. انا يا خالد عمر ادروب بعزك جدا. انت ومحمد الرحال ديل اقسم بالله محمد الرحال ده اخويا ما ولدته يا مصطفى، وانت خالي اخو امي عديل يا خال. فهمت كلامي يا خال؟ والله يا مصطفى. المشاكل يا خال، المشاكل يا خال بتكون بتاعت الواقع تكون في الواقع يا خال. الليله والله انا بتذكر دقيقه، انا بتذكر ادتك صوت كان ما عارف يلا محمد جمال وانا قاعد وحاضر الصوت.
وقاعد وحاضر اللايف بتاع محمد جمال، عرفتها؟ وادى الصوت لمحمد الرحال. فهمت كلامي؟ يوم البنيه ويوم ما عارف شنو وشنو انا قاعد وحاضر، واخذت حقك بما فيه الكفايه. عليك الله يا خال، عليك الله يا خال. شيل صورتها انت، ممكن تحدق بها بكل الطرق، ممكن تجيبها كده من نفخ وطلعت وتقرت مدرسه ودخلت الثانوي وتخرجت، الحاجات دي كلها انت قادر تصل للحاجات دي، فما في داعي يا خال. انت عارف انا موقف منها اسبوع، الليله اقوم اسمع كلام تقول لي فوق وانا بفتح فيك بلا انا خالاتي مشوا يفتحوا وكلتهم مشوا يفتحوا في ادرب بلا. هي قايله القانون بتاع هنا. فهمت كلامي يا خال ولا زي القانون مكالمة؟ انا والله ما سامع حاجه جد. ما مشكله. تعال الاولى ابتسامه والثانيه لآمه والثالثه طير في فرق الدلزاتك يا ابن يا خال. كان جاتني مكالمه. ما في سلطان يتصل للخال. حمد الرحال يتصل لها عليك الله. حمد الرحال عليك الله على اللط. انا دار اقول لك حاجه. المشكله يا انت عارف الناس الشالوا الشنطه وطلعوا مطالبين هسه. اي زوج الشنطه طلع مطالب. الناس الشالوا لها الشنطه وجبت عليك شنو؟ بشنو؟ بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وانا معي صور اهلهم في يدي. ما هو الكلام ده حياخد له منعطفات تانية. في النهايه هون يقولوا اللي حيقولوا وانت حتجيب كمان دلائلك وحتجيب حاجاتك. في النهايه هنا خسرانين بس، ما اكتر من كده ولا اقل من كده. فهل نتنافس في الذكاء؟ وفي النهايه يا خالد شوف دار اقول لك حاجه، في النهايه كلنا ما اولاد حرام، في النهايه كلنا باهلنا والعز بالاهل. فهمت كلامي يا خال؟ صح ولا ما صح؟ الليله انا متاكد تماما لو قدروا يوصلوا لك انت يا خال ولا يوصلوا للناس القريبه عليك، انت ما حتتمادى في الكلام ده. يا صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ شوف انا ما كان داري ماذا عليه بالقسم يا ما كان داري ماذا ولا كان دار اخش. خلاص يا شادو ختمتوا. شادو انا شوف غيرت كتمتك دي تكفيني انا ارد لك. لا خلاص انتهى يا خال. كتمتك دي بالدنيا كبس يا كيف. عبدو يتجاوز لي مديك كتمي لدقيقه فيتجاوز لي ثاني مره بتحاول تبتز عبدو يا عبدو كتمي دايما. عبدو انت مزعطت منذ الطفوله، جايدر مزعطك انت كبير. مالك يا ود؟ مالك انت يا ود؟ مالك انت؟ ده انا قصه ولا شنو؟ رب البيت ابو واقسم بالله ورب البيت ابو دنيا ولا شنو يا ود؟ هاي خلاص يا حماده معلش يا حماده معلش يا حماده. خلاص يا جماعه ما تتجاوزوا الزول يا جماعه برضو يا اخي. لكن انا سكت منه يا خالو لسه مصر يكتب لي في الكومنتات. الرحال خلاص يا عبدو اقسم بالله يكتمك يا عبدو. ما نقدر تغير لي مسار اللايف بتاعي ده. انت محرشة غسالة يا زول ولا شنو؟ حبيبي يا حماده ما عدمتك يا ود امي. شالك براك دوله داخل دوله. تمام محرشة وعليك الله ماشي يفتح بلاك في يسرى بيت يسرى كسرى الباطل الحرب يا مرتم بلاك كيف عليك يا كيف يا ود الكيف. نياو ما قلت لك انت لا نفعت محدقاتي لا نفعت داعم يا نياو يا مطارزي يا يعني معلش يا خال. لا خلاص عبدو انت ما دار تتجاوز لي الناس ديل. وانت يا عبدو مالك يا اخي؟ عليك الله انا قاعد احترمك يا اخي وما قاعد ارضى فيك، فما تهبش لي الناس ديل. وفي نفس الوقت ما حقدر اقول لهم ما تسالوه لان قاعد تهبشهم. اضرب عندي لك صواطه. انت عارفين لما تقول قداش لي جوال بكون انت عارف جبت صوره حبيبه جاكوما هربت معاه ويزيمه موزن يا اخي عندها صفحه كبيره في التيك توك. معقول؟ الخال بيشرب في زيارته والرحال مدور ده كلام كبير. هل تعلم نبذني انا ونبذ كريستيانو بتاع مصر؟ هل تعلم انه شلت الريكوردات ووديتهم لكريستيانو عشان يصحى يديني الملف؟ هل تعلم عنده اخته اسمها مناهل؟ ده كلام كبير. زايد عندها ولد متجوزه واحد صاحبه. هل تعلم ولا ما هل تعلم؟ تعلم والله. ولا لا تعلم؟ لا اعلم والله هذا كتاب. هل تعلم؟ اخته صغيره اسمها مناهل سمحه ورسلوا لي لا صوره كما خلقتني. تمام؟ عندها ولد ومتزوجه زول، والزول المتجوزه مشاكله معاه ومجكسه واحد والمجكساه هي صاحب جاكومه. الليله الرحال بقى لكم منو الغرني داك بتاع هل تعلم ده الداشولي بتاع الساعة 2 لما نجي أقول لكم يا منصة يا غزيرة يا منصة يا شوتمة يا حسالات اتجاوزوني
وابعدوا مني، وما قاعد اجيكم لا في خيركم لا في شركم. يعني الليله البول حيكون جماعي، واحد ام طارق كبو، ابو طارق كبو، اخت طارق كبو، خالة طارق كبو، ام جاكومه، ابو جاكومه، اخواته، نسوانه، حبيباته، ايمي النشاله، عبدو الود الحلبيه. بول جماعي. يسي انا داير اقفل نازل. لا لا عبدو الشكلة بدت من لايفي، ما بتبول فوق. انا بقول في يا لايف، محمد انا الرحال. بقول في لا لايف. لا عبدو الشكلة بدت من لايفي. عبدو تعفوه شادو قول لا اقول لي في خالك لايفك الرحال يعفي انا عبدو. اقول لك يعني عبد اقول لك في لايف. محمد عليك الله. يا الرحال عليك الله، عليك الله برد، عليك الله ودم برد. دايرني اقول لك في لايفك عادي، استناني 10 دقائق. يا اخي ننزل ما نطلع مشكله، الصورة انا ونجي. اديك لايفي واديك نفسي ذاته. عليك الله برد، عليك الله برد، عليك الله، الله يرضى عليك برد. خلاص خليك سكت كده منه. مستكين كده سكت بمزاجك. منه عليك شيال الله. الشنطه الحلبي المعفنه الصليص المتلصق. يا اخي ده سيبك منه، عليك الله، عليك الله سيبك منه، عليك اما الله. الباقيين كمان حمام خواجه الليله ده حمام اسطوري. الحمام ده طبعا مع باي باي يا شادو، ده حمام جديد فيه قزاز يا عمك ويا زول. هوي الليله ده حمام بول تقيل الليله، سكران من الساعه 2 عشان انا المنصه دي ساكت منها عليكم، لكن لما تعديتوا حدودكم معي بعد ده بول بس. عندي لكم اي حاجه، واصل تحديقتك يا دروب. صلح الشبكه يا خال، شبكه الكعبه. تخيل انا قاعد في العربيه يا شادو، فالتليفون اذا خطيته هنا الشبكه بتبقى فل. حس الشبكه فل صح؟ اي كده صوتك واضح. ايوه اي واذا من الحته دي 10 سنتي بس، الحته اللي انا كان خطيته فوقه قبل شويه الشبكه بتطير. عزبني. هذا مين؟ هذا مين؟ ده منو ده؟ ده منو؟ ده عبده. من ده هذا؟ عبده خلاص. لا لا عليك الله، عليك الله. الرحال عليك الله خلاص. الرحال عليك الله، عليك الله، ما تخسرت خلاص يا الناس جلدته. عليك الناس الله. جلدته. دي منو؟ دي منو يا الرحال؟ اجادك تختاك يا اخي. دي منو؟ دي منو يا الرحال؟ في اي بي انا هذول منصحك منزل من السماء وتعمل لي فرحك سكم رسول مرسل. الرحال أنا دي ما ربنا عرفتها. ما بتقدر عليه. ده انا كتار قبلك قالوا كده يا ايه يا في اي بي. عبدو انا تفاديا للمشاكل والجوط الكثيره. انت ما حتوقف كتابه وديل ما حيسكتوا من النبل. لا انا ما عندي عشان- معاه مشكله يا خال، يا خال ما عندي معاه مشكله. يا محمد الرحال سالتك بالذي خلقك وحياه قوتنا يا محمد، سالتك بالله وابوس راسك. عليك الله الزول ده تجاوزه يا محمد، سالتك بالله يتجاوزه. عليك الله خليك منه. واحد كيف وناقشني فهمت كلامي، ما لامي في اي حاجه. سامعك قول لي. ادرو بستحلفك بالله يوم انا فتحت قول لك لي كاميرا، سامعك اها. يوم فتحت لك كاميرا ووريتك الشقه ووريتك الموقع الجديد، هل انا الكلام ده قبل مشكلتي مع عباده ولا بعده؟ قبليه الكلام ده قال لي مشكلتك مع عباده. بعده لا 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 لا, لا لا، دي مكالمه لا، بيني وبين لا. ادرو. دي مكالمه كانت بيني وبينه، نفس اللوكيشن اللي فتحوا بعد ما الشاكل مع عباده، يا هو نفس اللوكيشن اللي فتحوا لي قبل الشكله. بس شكرا لك سمعتها يا يوزر. انا الموقع بتاعي الشقه الاولى قاعده وراي طوالي، ممكن انا امشي افتحها لك الشقه هسه بمفتاحي عادي كده واوريك الشقه. انا ما بفتحها ابرر لك، لكن حابه اقول لك انه انا ما بغير موقعي. المربع اللي انا ساكن فيه انا كبير المنطقه، انت فاهم انه انا معلم المنطقه. يعني ما قاعد لصليص، عرفت كيف بتلصق زي واحد كده حلبي، عرفتها رقاد. ده واصل من الحلبي الرقاد ده محمد الرحال. خليك منه حسه حاليا. انتوا تعالوا عمر ليدز عمل له جوال في المنصه. والله دي حاجه غريبه. ده طبعا يكون هو ذاته كاتب له جوال عمر ليدز، هو متخيل الحاجه دي بالحاجات الزي دي يا شادو. عمل حساب جديد وعملوا جوال، سبحان الله. جوال نفسه. شفت بقى صح يا انت يا درب ما معي كله على فكره. قول لي الصوره اللي قبل شويه دي صوره منو؟ انا كان خطيت الصوره البت الاصفر دي شايله سمح انا ما خلاص. صورت، انا ما صورت. انت جوال. انا جوال، لكن ممكن تفتح اللابتوب وتبراك تقرا. افتح اللابتوب يعني جاتني بهناك.
والله شغال حالي. انا جوالي برضه تبقى جوال، ترى تفضحنا ولا شنو؟ ايش عليكم براكم يا اخي. اقسم بالله انتوا عليكم الاثنين لما براكم. تتلموا مع بعض وحياة الله يقدر عليكم ربنا، بس حياة دين وايمان، حياة الله. الجوكر انا مع ما الجوكر عارف، الثاني، انت الله قايل يقدر لي ما عليكم عارف ربنا. الله يقدر عليكم ربنا. يا صاحبي. هاي انا ما عارف، لكن كنت مستنيك تقولها، لكن ما دام رسلتها بهناك متحفظ خليني يا اخوتي عادي. يا اخوتي عادي، يلا سلام عليكم يا جماعه. في عشرات بترمي تحت تحت. يا ضمان شادو الله يبقى وقتي. بنفهمك لا والله بعدين. انا قاعد افهم دائما اول حاجه، لكن يا خلاص ما دارين اسمع ما اسمع، نحن ما دارين نقطع الكلام ده بدري كل شيء سيسي سيسي، عرفتها؟ سيسي سيسي، وانا بحب الحاجه لما تكون سيسي سيسي. هسه انا داقي وصلت تحت النص القزازه ولسه انا ما دورتها، شكلي حانتهي من القزازه واخش القزازه الثانيه، فهمت؟ كلام. فانا ده بحب كلام. الحاجه سيسي سيسي. تشرف على قبلح. بعد قبل والله جاك دانيا هسه افتح لك كمان. معقول؟ لسه ما دورت جاتك تختار يا حبيبي. ما جاتني. انت يا الرحال اقول لك حاجه، غايته قوالينك ديل اعوذ بالله منهم. هسه العشر الجدع لك دي يا خال، توريني لا انت ولا يوريني لا هو؟ واحد فيكم ولا يا بختص أخي. لكم الاثنين؟ يا اخي شفت صاحبنا صاحبنا الأنا صاحبتنا الأنا مشاكلة دي، اها بس أحد صلات الغرابة. لا حول ولا دوام لله. مالك؟ يا جماعه يزو مشاكل الرحال ومشاكل الادروب، والله يجي الله يبدا بالتي هي احسن ويحتذر، فهمتوا؟ وما ضروري الاحتذار، ما ضروري، لانه الاثنين دول يتلموا مع بعضهم يحل لكم منهم الله، اقسم بالله العظيم. الاثنين فاضيين، ما جينا الغلة دي ما قاعد نشتغل بها. اي والله واحد لابس يا جاكوما يا ود الفداديه، ارحب عليه بالقصاص، دي الشكشت من على ومشت معاك. ارحب يا ود بوسين المارقه بتاعت الفريعات، ارحب يا حبيب ريم، ارحب يا حبيب موناليزا، ارحب يا الاخت كزيمه مناهل، ارحب يا ود بوسينة، يا ود بوسينة ما قلت له. يا ود بوسينة المارقه، صح. ارحب يا الدقاق كريستيانو، ارحب. يلا اديك حاجة يا شادو، ده اسرع زول تحديقته تجي في الدنيا دي. شفت الزول اللي حسه رحب بيه محمد الرحال ده؟ اقسم بالله اسلام النحاس ما بترحب كده بين الشتت، كفو يا يلا. محمد الرحال. شفت الزول الرحب بيه والرحال ده اها نبذ الرحال بعد 10 دقائق مما نبذ الرحال. يفرج متاع حيثما الرحال موطى. قوم يا مجانين وتلمينا في لايف واحد. انا ممكن افتح كاميرا واقف عليك انا دينك بعيد من اللابتوب، بس جارتي على بريطانيا ده وقاعد في بريطانيا قال الكلام قاعد في ده. اليونان. لا ما في بريطانيا، انا ما كان قايل في بريطانيا يا شادو، انا ما كان قايل. بريطانيا اسمع التسجيل، طلع اسمع في اليونان، التسجيل. طلع في في اليونان. بريطانيا ده الحين